المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: وزيرة العدل تعقد لقاء مع السلطان في عصر. مستشفى عداق حموس لأمراض النساء والولادة يشيد بمراجعات الحوامل الصحية. جهود لمكافحة العادات الضارة في قنداع. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان. مناورات مشتركة مع أذربيجان، وإيران تستعرض قوتها في بحر قزوين. وبوتين تقي وزير الخارجية الكورية الشمالية. أهلا بكم مشاهدينا. عقدت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم اجتماعا في عصب لتعزيز نظام العدالة المجتمعي الذي يركز على حماية القيم الوطنية. حضر الاجتماع المنعقد في 4 نوفمبر الجاري في إطار اللقاءات الجارية على مستوى البلاد. حضره اللجان والأعيان من 30 إدارة ضاحية في إقليم جنوب البحر الأحمر. وأوضحت الوزيرة فوزية في توضيحها بأن العدالة في المجتمع الإريتري تقوم على مبادئ التعاون والالتزامات الاجتماعية والوئام المجتمعي والرعاية، وشددت على ضرورة تنسيق الآليات في المجتمع لمعالجة الانتهاكات النفسية والمادية والحفاظ على الأعراف وتأمين القيم الأصيلة من أجل التأكيد على المهمة الأساسية للعدالة المتمثلة في السلام والوئام. وأضافت الوزيرة فوزية أن هذه الأساليب تشمل أيضا الرقابة الاجتماعية والعدالة والنظام، فضلا عن المشاركة العامة النشطة، وهي أمور أساسية لبناء مجتمع مستقر وآمن. ودعت إلى العمل بجد لضمان مساهمة العدالة باعتبارها نظام تعايشي في إريتريا في لعب دور هام في تعزيز المشاركة والإنتاجية. وتعهد المشاركون بالمساهمة في الجهود الرامية إلى ترسيخ نهج مجتمعي يتسم بالتفاهم المشترك على المستوى الوطني. حضر اللقاء حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي، وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد رزاني ميكيل. أشادت إدارة مستشفى عداق حموس لأمراض النساء والولادة في مدينة أسبرة بازدياد مراجعة الحوامل للمتابعة الصحية قبل الولادة، وهذا نتيجة وعي المجتمع حول الرعاية الصحية والمتابعة اللازمة. وأوضح ممرض التوليد أبراهام تخليه أن وعي المجتمع الصحي واهتمام الأمهات بمتابعة صحتهن وصحة الجنين ومراجعة الأخصائيين عند الضرورة يضمن صحة الأمهات الحوامل والأمهات اللواتي وضعن وصحة أطفالهن. وأضاف أن المستشفى يختص في متابعة صحة الإنجاب ومتابعة الأمهات قبل وبعد الولادة والتهابات الجهاز التناسلي للأمهات وفحوصات الفيروس المؤدي للإيدز والتطعيم، بالإضافة إلى معالجة الأمراض غير المعدية، كما جهز بالمعدات الطبية والمختبرية والمختصين من الأطباء. وأوضحت ممرضة التوليد لوام جويتاوم بدورها ضرورة مراجعة الأمهات الحوامل المراكز الصحية بمعدل 8 مرات على الأقل، واتباع الإرشادات والنصائح الطبية التي تقدم لهن نظرا إلى الفوائد الصحية والنفسية للأم. قام مكتب العمل والضمان الاجتماعي في مديرية قنداع بحملة من 15 أكتوبر المنصرم وحتى 2 نوفمبر الجاري لمكافحة العادات الضارة عامة ونمو وسلامة الأطفال بصفة خاصة. ركزت الحملة التي شارك فيها رجال الدين وعضوات الاتحاد الوطني للمرأة وأعضاء الاتحاد الوطني للشباب والطلبة، إضافة إلى المهنيين الصحيين والخبراء القانونيين وممثلي الشعب، على أسباب وعواقب ختان الإناث وزواج القاصرات ومقاطعة التعليم والتدابير التي يتعين اتخاذها للحد من ذلك. وأوضح مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية سيد إبراهيم عمر أن الحملة كانت ناجحة، داعيا الأسر لتقديم الرعاية والعناية اللازمة لضمان سلامة ونمو الأطفال حتى بلوغهم سن الرشد. وأكد على استمرار الحملات الواسعة حتى استئصال العادات الضارة تماما. ونشد المشاركون ومسؤولي إدارات الضواحي ولجان حقوق الطفل والجهات الأخرى ذات الصلة بإجراء الدراسات المناسبة، لأن زواج القاصرات هو سبب مقاطعة المرأة للتعليم.
تبرع طلاب مدرستي دقم حريه وبانا حارنة الثانوية في مدينة دقم حريه ب 657 وحدة دم لبنك الدم الوطني. وأفادت الأنباء الواردة من وكالة الرناه أن التبرع الطوعي للطلاب استمر من 27 من أكتوبر المنصرم وحتى 2 من نوفمبر الجاري. وتمكن طلاب مدرسة دقم حريه الثانوية وحدها من جمع 560 وحدة دم، وطلاب مدرسة بانا حارنة الثانوية من جمع 97 وحدة دم. وأشاد مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك الدم السيد إبراهيم محاري بتسارع الطلاب للتبرع بالدم الذي لوحظ أثناء الحملة، وهذا نتيجة الحملات التوعوية التي قام بها أعضاء لجان التبرع الطوعي وبنك الدم الوطني. وأشاد أولياء الأمور ومسؤولي مختلف المؤسسات الحكومية بجاهزية الطلاب للتبرع بالدم بمثل هذه الصورة، وحث العاملين في الشأن للعمل على ترسيخ هذه المبادرة الإنسانية عند كل طالب وشاب. نظم مكتب كونفدرالية العمال بإقليم جنوب البحر الأحمر دورة لرفع كفاءة العمال لمدة 3 أيام ل40 عاملا، من بينهم 12 عاملة من العاملين في 5 فروع للمؤسسات الحكومية. احتوى التدريب على مفهوم الإدارة وإدارة وبرمجة خطط العمل بالإضافة إلى مراقبة العمل والتوثيق، ورافق ذلك التطبيق العملي في التدريب. وأفاد مسؤول المكتب السيد حسين خالد أن هدف الدورة هو تدريب المسؤولين ضمن جهود تحسين أدائهم الإداري لضمان تقديم خدمات أفضل. وأوصى مسؤول قسم الإدارة والمالية في الكونفدرالية السيد تسفاي قرماي الجميع للعمل بجهد لرفع الإنتاجية وتشجيع المرأة للعمل في مستويات المسؤولية، بذكر أن تقوية الاتحادات هام لرفع كفاءة العمال الشاملة. وفي شأن مماثل نظم مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة في العلوم الاجتماعية من 25 من أكتوبر وحتى 1 من نوفمبر الجاري. شملت الدورة عناوين اجتماعية في مبادئ الفكر والسياسة وتاريخ الشعب الإريتري والحرب النفسية وأهمية التنظيم الواعي، بالإضافة إلى دور الشباب في تنمية الوطن. وأفاد مسؤول الشؤون السياسية في المكتب السيد سمري قبر مريم أنه شارك في الدورة 200 موظف، من ضمنهم 68 موظفة قدموا من 15 فرع للمؤسسات الحكومية، وأن الدورة هي جزء من الدورات التي تنظم لرفع الوعي الاجتماعي. وذكر مسؤول الجبهة في الإقليم السيد رزاني ميكيل أن الدورات التي تنظم على مستوى الفروع والمجموعات التنظيمية تهدف لرفع الوعي وتنظيم الأعضاء في المقام الأول، كما أوصى المختصين للدفع بذلك قدما. أهل مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية مياعيني 10 أسر محتاجة بالمواشي بكلفة 10,000 نقفة لكل أسرة، ضمن جهود الوزارة لتحسين وضع الأسر المحتاجة اقتصاديا واجتماعيا. وأوضح مسؤول المكتب السيد تخلي زايد أن الأسر التي يتم إعانتها تمت دراسة وضعها الاجتماعي والإمكانيات المناسبة لمساعدتها من قبل إدارة المديرية، ثم تم تأهيلها بالمواشي حسب اختيارها. وأوصى السيد تخلي في الختام الأسر بالاجتهاد لتحسين ظروفها المعيشية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان. وتأتي هذه التجربة الصاروخية بعد أيام من إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات في تطور نددت به كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وردت عليه الدول الثلاث بمناورات عسكرية مشتركة وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وفي طوكيو أكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو أيشيبا أن بلاده رصدت إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية عدة، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية. وتأتي التجربة الكورية الشمالية الجديدة قبيل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. بدأت إيران وأذربيجان مناورات بحرية مشتركة تستمر يومين في بحر قزوين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين الجارين في ظل ارتفاع مستوى التوترات الإقليمية. وقالت وكالة إيرنا
وقالت وكالة إيرنا الرسمية أن مناورات المساعدة والإنقاذ المشتركة في بحر غزوين بين جمهورية إيران الإسلامية وأذربيجان التي يستضيفها سلاح البحرية الإيراني تقام في بندر أنزلي في شمالي غربي إيران. وأضافت أن المناورات تحمل شعار التعاون من أجل السلام والصداقة ستتواصل على امتداد يومين. وأوضحت الوكالة أن سفينتين أذربيجانيتين ستنضمان إلى المدمرة ديلامان للمشاركة في المناورات. التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكرملين أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف حضر أيضا اللقاء بين بوتين وتشوي. وفي يونيو الماضي أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية ووقع مع زعيمها كيم جونغ أون اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق أنه تلقى معلومات تفيد بأن روسيا ستنشر قوات كوريا الشمالية في منطقة كورسك، وهو الأمر الذي لم تنفه موسكو. قالت وكالة الفضاء الروسية أن روسيا أطلقت صاروخا من طراز سويز محملا بقمرين صناعيين مصممين لمراقبة الطقس حول الأرض و53 قمرا صناعيا صغيرا بما في ذلك قمران إيرانيان. وذكرت الوكالة أن مركبة الإطلاق سويز 102 والتي انطلقت من قاعدة فوستوتشيني الفضائية الروسية حملت قمرين صناعيين من طراز أيونوسفيرا M واللذين سيصبحان جزءا من نظام مراقبة الغلاف الأيوني للأرض من الفضاء. ومن بين الأقمار الصناعية الصغيرة البالغ عددها 53 قمرا قمران صناعيان إيرانيان هما كوثر المخصص للتصوير عالي الدقة، وهدهد وهو قمر صناعي صغير للاتصالات. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. وزيرة العدل تعقد لقاء مع السكان في عصب. مستشفى عذاقة حموس للنساء والولادة يشيد بمراجعات الحوامل للمستشفى. جهود لمكافحة العادات الضارة في قندع. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان. مناورات مشتركة مع أذربيجان. إيران تستعرض قوتها في بحر قزوين. وبوتين يلتقي وزيرة خارجية كوريا الشمالية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.